وياك برنامجك فد واحد نعم. حقق نجاح جدا كبير، منو اللي باقي البرنامج وفشل البرنامج في استمراريته؟ والله بصراحة هاي هم من أحد أخطائي. اي أنه يعني بصراحة من هو؟ جبنا واحد مو اختصاص يجيك الاسم. جبنا واحد مو اختصاص، جبناه بديل لواحد ضيف ثاني، وتشلب بالبرنامج. تشلب بالبرنامج، غادرت للقاهرة أنا لمدة 45 يوم يمكن. بس هذا الحكي سجلت خام، يعني ممكن ما أبين أني غايب. أحسنت. لكن حلقتي أنا تأخرت بالقاهرة بسبب الأحداث السياسية. لقيته ماخذ البرنامج وقاعد على العرش. طريقة تعرف الفضائيات أغلبها تجارية. فأني كانت أجوري كلش غالية أخذ. وهو وافق بنص ربع أجوري. كيف كانت أجورك؟ أنا أجوري كانت على الحلقة $600. وهو ايش قد يعني تقريبا؟ أخذ $100 على الحلقة. من هو؟ كاظم مدلل. كاظم مدلل. كاظم مدلل أخذ الجو منكم وبكل صراحة. بكل صراحة، وأكل الجو وطلع ياسر وطلع وليد، وأنا طلعت طبعا. هاي قلت لك واحد من أخطائي اللي خطأين بسبب كاظم مدلل. واحد، أنا انسحبت من البرنامج. كان المفروض ما انسحب، يعني المفروض تبقى. مو كل واحد ينسحب بالمشكلة يشرد. أنا بوقتها شردت، لأن كلش اختنقت من عنده. وأشوف السومرية مصرين عليه، فحبيت. يعني حبوا السومرية بكل صراحة كاظم مدلل أكثر من صباح الهلالي. لا بالعكس، هم اليوم أصدقائي ويتمنون يرجع البرنامج، بس ما أعرف الأسباب الآن. يعني الخطأ منك تعترف أنه أنت اللي انسحبت. خطأ انسحبت. أنا كان المفروض عركة ما أشرد، يعني بالضبط. أنا أضرب لك مثل أنه أنا عركة وشردت، لأنه كلش اختنقت. فقلت لهم جربوا غيري وشوفوا خيري وتتذكرون. وهذا اللي صار. البرنامج فشل. البرنامج حتى نقل للبغدادية 8 حلقات وانسحب، لأنه قالوا له أنت تبيع لنا النكت مال صباح الهلالي والمواقف اللي حاكيها باسم، تحكيها من فضائية إلى فضائية أخرى. طيب وحاليا عندك تواصل مع كاظم مدلل؟ لا مستحيل، ولا يصير لي تواصل في يوم من الأيام. وجه له رسالة لي. لا يعني هو دا يسمع الرسالة، ماكو داعي. وصلته وتوصله باليوتيوب. إذا ماكو شيء من ثاني أنه أنا حتى ما ردت أتكلم نرجع عنه أصدقاء ولا كذا. لا هو مو صديقي. ما يجمعكم عمل بعد؟ أبد ولا يجمعنا حتى لقاء بمكان. يا أخي جوكاية، برنامج جوكاية بالقاهرة. شنو الخطأ اللي صار في برنامج جوكاية؟ اللي بالقاهرة أحكي لك بس على مدلل. طلبوا مني حلقتين. حلقتين أكملها على جوكاية، لأن نقص عندهم صار. طيب هو قاعد يم حكمة قال أنا أسويها. واجانا للمسرح. احنا عندنا مسرحيه ويا علي داخل وماجد ياسين ونعم الربيعي، الله يطول عمرهم يا ربي ان شاء الله. امين. جاهم قال لهم لقاءات اسوي وياكم، كل واحد يحكي لي نكته. قالوا له المن، قال لهم جوكاي للقاهره. هو البرنامج مالتي مصور منه 26 حلقه. فهذا الحكي يطول عنه يطول. يعني ما عنده شيء جديد كاظم مدلل، بس ياخذ من صباح الهلالي؟ ما هو شنو اللي عنده تسولف لي، يعني شنو اللي غير انا اقول لك. هو صوت جميل جدا، صوت ريفي. واحد يحكي لي إله والعليا. يعني لو فد يوم تسمع أغانية من خلال الإذاعة، جميل. صوت راقي جدا، لكن يعني شخص ما مع الأسف. طيب